في مصر كما رأيت بالتأكيد، يعني لاحظت هذا. نعم. ممكن هناك عرس في الساعة 2 ليلا. شيخ أقسم بالله أنا خرجت من بيتي بسبب هذا. طعام مصري ممكن لا يحب أحيانا أنهم يتكلمون بصوت العالي، هو لا يحب هذا، لأن في بريطانيا الساعة 8 في الليل سكوت تماما، لا أحد يتكلم، ولو أنت تكلمت في صوت عالي ورن عليك بشرطي أحيانا. هكذا مع الملوخية. قال لي يعني أحد بجنبي قال لي أين الصوت يا حبيبي؟ قلت له إيه صوت دي؟ قلت يعني يعني قصص كثيرة جدا هكذا سبحان الله مع مصريين. وممكن هنا عرف جيد، أنت يعني أي أحد تكلمه السلام عليكم عامل إيه بهذه الأشياء، فهمت؟ ولكن في بلد تاني ممكن ليس هكذا. أنا لا أشعر لأنني أحب شعب مصري، أطيب شعب في العالم والله. Say to me this one is you said it wrong here for example, and that's how you learn. If I was not making mistake how am I going to learn? والله تتعبني يعني أول أسبوع فول وطعمية وكشري وحاجات دي، يعني والله هذا في بريطانيا مستحيل. كما أنت تعرف كشري تحرير أكلنا هنا فيه حلو. تحب الملوخية؟ مية. أحسن شيء عندكم لسان عصفور. عادات الأكل مختلفة تماما من بلد. مثلا في السعودية صعب جدا لهم أحيانا تأكل هكذا. تشرب الشاي بهذا الصوت أيضا؟ تخبر أمه بهذا، يعني ما عندي يعني تربية جيدة هكذا يظنون، ولكن هنا عادي. يا أخي كيف أنت يعني في مصر وما عندك مشاكل وأنت معهم هكذا؟ والله صعب جدا أعيش بينهم. ومن روسيا، من كازاخستان، من أوزبكستان، من باكستان، من هند، من بنغلاديش، من بريطانيا، من أمريكا، من أستراليا، أي بلد مسلم وغير مسلم، هذا في بريطانيا مستحيل. نعم. ثقافة معينة بمستوى مادي معين، فتركت هذه الثقافة وهذا المستوى المادي وذهبت إلى ثقافة إلى مكان آخر فيه أو به ثقافة مختلفة. نعم. ومستوى مادي مختلف. كيف تعاملت مع هذا الاختلاف وهذا الفرق؟ الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أو وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهمت؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هكذا؟ وفي آيات أخرى على يعني في ألسنتكم آية، يعني هكذا في سورة أخرى في آية، يعني يوجد آية في اختلاف الألسنة وهذه. لماذا ذكر هذا؟ لأن نحن لم يعني والله لو فتح القرآن وتقرأ أنت لا تدبر. هذا مهم جدا تدبر. عندما يعني أنا فكرت في هذه الآية وقلت لي نعم، هذا الشخص عندما أنا ذهبت إلى مصر، هذا شخص عندهم عرف يعني عكس تماما مني. أنا مختلف لشخص الذي مثلا ولد في بريطانيا. تعرف كلنا لماذا أنا ذكرت هذه الآية؟ جعلنا شعوبا من قبائل. تعرف عندك لو مثلا شعوبا وقبائل لأن يوجد قبيلة واحدة عندهم عادات معينة وقبيلة ثانية عندهم عادات معينة. مثلا لو أنت في مصر أنت ممكن تأكل 3 مرات في اليوم، مثلا أنت ذهبت مكان ثاني هم يأكلون 2 مرات. هذا شيء بسيط أنا أقول لك، فهمت؟ وممكن هنا عرف جيد، أنت يعني أي أحد تكلمه السلام عليكم عامل إيه بهذه الأشياء، فهمت؟ ولكن في بلد ثاني ممكن ليس هكذا. ولكن أنا شعرت سهل للذي يعرف غايته. لماذا؟ هل أنا جئت هنا؟ أقول لك مباشرة، هل أنا جئت هنا لأي أجل إلا لأجل الله سبحانه وتعالى؟ لا. أنا عارف حتى ممكن عرف إنه يعني مختلف تماما مني، أنا ما جئت هنا بسببه، أنا جئت هنا بسبب الله سبحانه وتعالى وبعلمه وبعلم دينه، فهمت؟ وأنا عندما أفكر في هذا لا أقول لنفسي يا عم هو متخلف، والله أنا أشعر لأن أي مسلم وأنا نفس الشيء كذا هكذا. وإنما مسلم حزين أنا حزين، وأنا مسلم سعيد أنا سعيد. ولو نحن نريد مثلا نجاح للناس وللمسلمين، إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. لازم يعني ينصركم. ليش؟ يعني لازم. وهنا في هذا العصر لا يوجد شيء سيكون يعني نصرا لنا إلا علم النافع. وهذا السبب جعلوني لا أفكر أبدا، والله أنا لا أفكر أبدا هذا عرفه يعني متفرق تماما مني، وهذا أنا لا أشعر حتى. وهذا لكن مختلف مني وشخص ثاني، فهمت؟
أنا لا أشعر لأنني أحب شعب مصري أطيب شعب في العالم والله، بسببي أنا لا أقول هذا لأنكم يعني أمامي، لا، هذا رأيي مثلا، فهمت؟ ولكن شخص مختلفا تماما، هو يعني شخصيته مختلفة، ولكن لماذا هو يستمر في هذا؟ أنا عارف الناس يعني شخصيته مختلف مني تماما، ولكن هو ما زال في مصر. حتى بعض الأشياء لا يحبه، مثلا لا يحب شارع ما فيه نظافة مثلا، هذا شخص أنا أتكلم عنه، أنا ما عندي مشكلة، ولكن هذا شخص ممكن لا يحب هذا، ممكن لا يحب أحيانا أنهم يتكلمون بصوت العالي، هو لا يحب هذا، لأن في بريطانيا الساعة 8 في الليل سكوت تماما، لا أحد يتكلم، ولو أنت تكلمت في صوت عالي رن عليك بشرطي أحيانا، وهنا هذا كلام مستحيل، عادي جدا يا عم، كلم أي حاجة أنت عايز، فهمت علي؟ يعني هذا هو الذي أتكلم فيه. نعم. في بريطانيا في الساعة 11 أيوة كذا، في الحادية أحيانا 8 9، لأن هم خرجوا من العمل الساعة 5 وكذا، فهمت؟ في بريطانيا في الساعة 11 نعم خلاص الكل نائم، ما أو في بيته صوته، أو يعني نعم. صوته لا يخرج من بيته. نعم. في مصر كما رأيت بالتأكيد، يعني لاحظت هذا. نعم. ممكن هناك عرس في الساعة 2 ليلا. شيخ أقسم بالله أنا خرجت من بيتي بسبب هذا، والله أنا قلت قبل قليل أنا معكم بهذه الأشياء، ولكن في الأول تتعبني كثير جدا، والله أنا لا أعرف ما هذا العرف، هذا الذي قلت للعريس وهذه الأشياء، والله كنت عايز نوم، أكيد عايز نوم، وأريد أن أنام. هذه الاختلافات ما بين ثقافة بريطانيا. نعم. مسألة الصوت والعائلة. نعم. أنا أقول لك هذا، أنا خرجت من بيت قلت له ما هذا، قلت لهم هذا عادي عندنا، يعني عادي جدا عندنا، قلت لهم سبحان الله، وما أضطر أقول لهم شيئا لأن هذا بلدك، فهمت؟ وكيف يعني فكرت وغيرت نفسي، حتى لو أنت تريد يعني تعيش بين القوم لازم تغير أشياء في نفسك، وهذا توافقهم. نعم، هذا ممن يجعلك قويا حتى خارج مصر. لماذا؟ لو أنت مثلا، كثير من الناس مثلا، أنا يعني قصدي في العلم، أنا أريد أن أرفع يعني رفع الجهل عن نفسي وعن غيري، ماشي، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يجعلنا أي شيء معلما وأي شيء، خلاص الحمد لله. أحيانا لو أنت ترى نفسك معلما، هل كل طالب سيكون نفس الشخصية؟ أكيد لا، أنت تعرف هذا، وهذا نفس الشيء، أنت تتغير نفسك على حسب الشخص، وتتكلم معه على مقامه. تقصد هذا أعطيك خبرة حينما تكون معلما إن شاء الله. أيوة. أن تصل إلى جميع طلابك. نعم. بشتى ثقافاتهم وعلى حسب اختلاف على حسب ثقافاتهم. نعم. حتى أنا شعرت معلم في مركز هنا في مركز العربية لا يتعامل مع مثلا شخص من بريطانيا كشخص من أمريكا، أو شخص من كازاخستان مع شخص من بريطانيا، ممكن إنهم عرف مختلفة تماما. هو عنده مثلا أحيانا نفس الشيء، عنده يعني سب وعند الآخر ثناء، فهمت؟ أنت تعرف ماذا تقصد أنك معلم أيضا. نعم. فهمت؟ وهذه الأشياء مهمة جدا عندما أنت في المكان، تعلم وتدريس وهذه الأشياء، هذا سيكون سلاح لك. إنما حصل معي هذا يعني شيء مع العريس في الليل، أنا خرجت وأقول لهم ما هذا، أنا سأفعل هذا وهذه الأشياء، والله بعد ذلك يعني رجعت وفكرت، يعني والله أنا سأتعلم من هذا إن شاء الله، هذا سيكون يعني إبرة فيه لي إن شاء الله، فهمت؟ وهذا هو أشياء بسيطة هكذا يوميا، حتى طعام مصري. كيف حالك مع الفطار المصري، الفول والطعمية؟ والله تتعبني، يعني أول أسبوع فول وطعمية وكشري وحاجات دي، يعني والله تتعبني. مثلا أنا شخص يحب تجربة جديدة، مثلا أنا وأنت، إنما نحن لقينا أول مرة خلاص كلمنا هكذا على طول، يعني لا أنت لا تعرفني وأنا لا أعرفك، ولكن نعرفنا مع بعض. لماذا؟ لأنني أحب التجربة. خلاص أول أسبوع خرجت وقلت لي سائق ما هذا، يعني طعام عندكم، طعام في أي بلد يريد يعني تسوق يعني طعامهم، قلت لي عندنا فول وعندنا هذا وعندنا هذا، قلت له خلاص أذهب أنا وأنت إلى المحل. هذا في بريطانيا مستحيل، أنت تذهب مع السائق إلى المحل لكي تأكل، مستحيل. هذه العلاقة الفريندلي يعني هذه ليست موجودة. علاقة الصداقة هذه التي تنشأ من أول لقاء ومن أول جملتين نبدأ نتكلم بهما في الحديث، لأنه يحبك لله، إنما المؤمنون إخوة، وهذا هو يعرف هذا. وبعد ذلك خلاص انتقلنا إلى مكان كشري تحرير، كما أنت تعرف كشري تحرير أكلنا هنا، وصراحة هذا ليس إعلان. إيه؟ لا الحمد لله ليس إعلانا. نعم أكيد 100%. ولكن والله أنا أكلت
الحمد لله جيد، أنا أحب الكشري، ولكن أحيانا كشري وفول وطعمية لا، أنا لا أستطيع، أنا أقول صراحة. ولكن هكذا نعم تختلف شوية على نفسي. الملوخية والفول والطعمية. ملوخية حلوة، ملوخية حلوة. تحب الملوخية؟ نعم 100%. تعرف متى أحسن شيء عندكم لسان عصفور، والله لسان عصفور هذا جميل جدا، لذيذ جدا والله. أنا تعرف ريسبي، يعني أنا سأخذ كيف تطبخ لسان عصفور وأقول لأمي عندما سأرجع أمي من فضلك أطبخي لي هذا لسان عصفور. الملوخية تعرف معنى الطشة؟ لا، هذه خصيصة في الملوخية. الملوخية ما هذا؟ الطشة هذه يعني تفعل حينما تصنع الملوخية. إيه؟ هناك كلمة رائجة في صنع الملوخية يعني يسمونها شهقة. شهقت. حتى أنا أقول لك مثال، عندما أول مرة أداعي مصري إلى بيته، هذا كان معلم للقرآن، ولكن بعد ذلك أنا عندي شيء كل يعني معلمين، كل معلم عندي بعد ذلك بعد قليلا يعني للأسف هذا أحيانا ليس جيد، أنا كالصديق له، فهمت؟ جيد، هذا جيد جدا لأنك أتعلم أكثر منه أحيانا، ولكن أحيانا بالنسبة للالتزام وهذه الأشياء ستكون يعني أمور مش 100%، فهمت قصدي؟ ولكن الحمد لله داعني إلى بيته، يعني قال لي اذهب إلى بيته سنفطر مع بعض. ذهبت إلى بيته، وتعرف إنما يعني العادات الأكل مختلفة تماما من بلد. مثلا في السعودية نحن أكلنا في طبق واحد كبير جدا كلنا من واحد هكذا، فهمت؟ هذا عرف عندهم. وفي بريطانيا هذا عكس تماما. مثلا لو أنت أكلت مع بريطاني وأنت تأكل وهو يأكل مع بعض، هو بيقول لك إيه هذا، ولكن مثلا شخص سعودي عرب وأنا مسلم، عارف مع بعض خلاص عادي، ما المشكلة، هذه سنة، هذه في بركة، فهمت؟ ولكن هنا عكس تماما. ولكن لازم إنما أنت كنت مثلا لست ملتزما من الدين مثلا، هذا ممكن أحيانا مش صعب علينا لأنني كبرت في باكستان، وهذا الحمد لله بلد مسلم. لكن الذي كبر حتى هو مسلم في بريطانيا صعب جدا لهم أحيانا تأكل هكذا. وممكن أنت ما فكرت في حياتك في هذا، كيف هذا صعب على شخص، لأنه هذا عجيب له، هو ما فعل هذا قط. وأنا عندما دعني إلى بيته وأكلت معه هذا الرجل في الإفطار، وأنا كنت أكل وأنا فعلت يعني هكذا مع الملوخية، قال لي يعني أحد بجنبي قال لي أين الصوت يا حبيبي؟ قلت له إيه صوت دي؟ قلت يعني لو أنت فعلت هذا مع بريطاني، مش أنا عادي جدا، أنا أحب هذا، ولكن لن نجلس معك. نعم لن نجلس معك أبدا، لا يعود تاني إلى بيتك حتى، صح؟ ولكن أنا سعيد بهذا، فهمت قصدي؟ وهكذا يعني أنا عندي قصص كثيرة جدا هكذا سبحان الله مع مصريين. تشرب الشاي بهذا الصوت أيضا؟ لابد منها. أنا أحاول أن لا يفعل هذا، لأن عندما تتزوج وزوجتي يعني تشوف هذا، إننا عرف هكذا أحيانا. لو أنا أشرب هكذا، هي ممكن لو هي يعني كبرت في بريطانيا، هي بتفكر أمه لا يقول له يعني لا يفعل هذا، فهمت؟ لم تخبره أمه بهذا؟ نعم لم تخبر أمه بهذا، يعني ما عندي يعني تربية جيدة، هكذا يظنون. ولكن هنا عادي يفعل هكذا أي شيء، فهمت؟ هكذا العرف يتغير، فهمت؟ حتى من شخص إلى شخص. كما أنا عادي ولكن الشخص الثاني مختلف تماما. أنا عندي رسائل يعني دائما، يا أخي كيف أنت يعني في مصر وما عندك مشاكل وأنت معهم هكذا؟ والله صعب جدا أعيش بينهم وهذه الأشياء أحيانا، لأن كل رحلة مش نفس الحاجة. وأنا أكيد أنصح لهم، ولكن صعب جدا عليهم، لأنهم تركوا ماذا؟ أموال هنا، العمل والأهل وهذه الأشياء. صعب أنت تعيش وحدك وأنت مع يعني ممكن مع الطلاب، ولكن أنت لا تعرفهم. ولكن ما الذي يجعلك يثبت صدقك؟ لأنك تعرف هو وأنت هنا لنفس الموضوع. أيضا الشيء الثاني الذي أنت قلت لماذا مصر، لأنك أنت تعرف يوجد شخص من روسيا، من كازاخستان، من أوزبكستان، من باكستان، من هند، من بنغلاديش، من بريطانيا، من أمريكا، من أستراليا، أي بلد مسلم وغير مسلم، وأنا أتكلم معه. مثلا أنا عندي أصدقاء من أوزبكستان، أقسم بالله لو أنت قلت لي قبل 4 سنوات سيكون عندك صديق من أوزبكستان، أوزبكستان خليه في حالي، فهمت؟ ولكن الآن عارف هو في الدنيا أصدقاؤك من جميع والله من معظم البلدان الأخرى، لأنك يحبه فقط لأجل الله. أنت جئت هنا نفس الموضوع، هو جئت هنا، فهمت؟ هو جاء هنا لنفس الموضوع، هذا هو.
بمناسبة الثقافات واختلاف نعم. الثقافات، نعم. كيف وجدت مسألة الزواج الزواج في الثقافة البريطانية نعم. ليس كالزواج في ثقافة سبحان عند الله. المصريين وعند ثقافة سبحان الله. كيف ترى الاختلاف في أولا يعني أخبرنا عن الزواج في بريطانيا أصلا. نعم.